معظم الاهالي بيتصرفوا بطريقتين لما الاطفال يزنوا، طريقه غبيه وطريقه غبيه قوي. الطريقه الاولانيه ان هم يدوا الطفل اللي هو عاوزه، اول ما يزن خد يا حبيبي. دي الطريقه دي هتضرك انت اكتر ما هتضر الطفل. مش الزن ولا الالحاح هو اللي هيخليني البي لابني احتياجه، فلازم ابقى مفهماه ده حبيبي مش بالعياط انا هلبي لك احتياجاتك. هيتعود انه الزن هو ده اللي بيجيب نتيجه، فمش هيبطل زن طول العمر. انا عاوز اتجوز، انا عاوز فلوس، انا عاوز اطلق، انا عاوز اسافر. مش هيبطل. زي مثلا لما ترمي لقمه عيش لقطه، ترميها الحته دي هتلزقك لحد ما تموت. خلاص اوعي تستسلمي للزن عشان يعرف ان الزن غلط فما يعملوش تاني. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه بقى اللي هي اغبى، انك تعالجي موضوع الزن ده بالضرب، ترد العدوان بعدوان. بقول لك ايه، انت هتصرخ وتزن هضربك، انا ماليش عزيز، انا ابوك اصلا ممكن اضربه شخصيا. ودي طريقه بصراحه غير ادميه. هو ممكن يسكت، يعني انت ممكن تضربيه ويسكت، الضرر عليه بيبقى اكتر بكتير. يعني حاولي ما تلمسيش ابنك تحت اي ظرف لاي سبب ما. اصلا هو مش قرار غبي بصراحه، عشان يعني اصل لو ابنك تاه مثلا ولقيتيه، اول ما تلاقيه اول حاجه هترزعيه بالقلم. حد يعمل كده في ماما؟ حد يعمل كده؟ وبعدين هتحضنيه يا ابن الكلب.